قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب تتلهب. قالها مرحب اليهودي عندما واجهه المسلمون، فخرج إليه المقاتل البطل عامر ابن الأكوع المسلم، فرد عليه الشعر: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاقتتلا وتقاتلا، فقتل هذا الكلب اليهودي قتل عامرا، وكان سببا في مقتله، حتى ارتد سيف عامر رضي الله عنه إلى فخذه فمات. فتمر الأيام، فيأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام القائد الأعلى القوات المسلحة الإسلامية بالتوجه نحو حصن خيبر. فتمر الأيام وإذا الصحابة رضوان الله عليهم يشدون الخناق على اليهود. فأتى رسول الله وقال: والله لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فخرج علي الشجاع، علي الكرار، أبا الحسنين الحسن والحسين، فخرج فقال: أنا يا رسول الله. فأخذها علي رضي الله عنه وأرضاه، أو أعطاها رسول الله لعلي، وكانوا كلهم يتمنوها، فتمناها علي فأعطاه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتوجه هذا البطل ليأخذ بثأر المسلمين، فالتقى علي بن أبي طالب مع الحارث أخو مرحب، فقتله في تلك الساعة لأنه شجاع. فيأتي مرحب لينتقم لأخيه، فيقول نفس الأبيات الشعرية التي قالها في البداية عندما قتل عامر، فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب تتلهب. فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالسيف كيل السندرة. فتطاير الغبار ورائحة الدماء تنتشر في المكان، والأشلاء تتطاير، والأبطال والصناديد من المسلمين والكفار يتقابلون، والصحبة الكرام ينظرون